السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ حاسه انا بقالي كتير قوي مش حاسه الصراحه. هو احنا فعلا ستيل بقالنا كتير قوي ما عملناش فيديو طويل ولا قعدنا اتكلمنا فيه خالص. بس انا حاسه ان احنا لازم نتكلم على حاجه كده فايرل او ترند قوي الفتره دي. عايزه اكلمكم عليها بطريقه تبقى مبهمه، لان انا ما بحبش انه حد يشهر بحد او يقول على اسم فلان حتى لو هو هيقول كلمه كويسه في حقه. بحس ان احنا مش لازم دايما نجيب سيره الناس بايا كان ايه تفاصيلهم، بس ستيل احنا كلنا عارفين ان انا هتكلم عنهم. ده ابني يعني كانكم مش سامعين حاجه، عشان الموضوع بجد بقى صعب قوي، يعني بقى صعب جدا 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 ان انا اخد بريك شويه، فكانكم مش سامعين يعني انا سكيب لايمن دلوقتي. المهم في اتنين على السوشيال ميديا بقالهم فتره هما متطلقين ومعاهم بنوته. كتير بقى من الفيديوز اللي نازله دلوقتي حاجه رهيبه. الناس انقسمت اقسام. في حد بيدافع عن الراجل عشان هو اللي واخد البنت غالبا، وحد بيدافع عن البنت عن الست، وبيقولوا ان هي مش عاملاها محتوى. واختلفوا بقى الاراء كتير. يعني خلينا بس نتكلم عن النقطه دي، ان الجزء ده من الناس، معلش انا بس محتاجه افهمكم نقطه، ان دي بنتهم وهم احق ناس بيها. هم ادرى بمصلحتها ايا كان هم بيعملوها ايه، ومفيش حاجه اسمها ان الاب احن او الام احن او استيل هي بنتهم. بيحبوها حب مفرط هما الاثنين، زائد انه احنا ملناش علاقه وملناش دعوه، وما ينفعش نحكم على الام او الاب انه حد فيهم جاحد او كاره او لان احنا ملناش دعوه خالص. ما ينفعش نتسبب في اذى بني ادم ولو بكلمه، حتى لو البني ادم ده سيء، هو سيء لنفسه. مش ضروري نتجمع احنا وهو عند القنطره يوم القيامه عشان هو سيء خالص. يعني ما اعتقدش لو انت في بني ادم سيء انت شايفه ان هو سيء ان انت تحب تتجمع معاه يوم القيامه عشان ياخد منك حسناتك. فالموضوع شويه كبير. دي اول نقطه واخف نقطه انا سمعتها. في جزئيات تانية بقى غريبه قوي سمعتها. في ناس طالعه بتقول ان غالبا الموضوع هم عاملينه ترند وعشان هي اتخطبت يعني، وانه جوزها يعني عارف وهما متفقين ومش عارفه ايه. انا مش عارفه انتم مقدرين حجم الكلام اللي انتوا بتقولوه ولا لا، بس ده قذف في عرض الراجل ده، قذف في عرض البنت دي، تعرض واضح ولفظي وقوي، واتهامها بشيء يعني مشين حرفيا. معرفش انتوا مقدرين حكم القذف في الاسلام ولا لا. معرفش هل انتوا مستوعبين ان من تبع الموبقات القذف. هل انتوا عندكم استعداد انه الناس دي تقابلوهم يوم القيامه بحجم اللي انتوا بتعملوه دلوقتي؟ يعني انتوا قادرين تقابلوهم يوم القيامه فعلا ولا انتوا مش مستعدين لده؟ الموضوع كبير كبير قوي. ما ينفعش ندخل في اعراض الناس ونخوض فيها بالطريقه دي ابدا تحت اي سبب، حتى لو شفناهم بعيننا. ستيل بيفضل الستر هو اول واهم الامور. في بقى من الناس تانية خالص بقى اللي هم بيتتبعوا العورات. يعني في سيده طالعه فاضله، يعني الله يبارك في عمرها ويهديها ويهديني، طالعه بتقول ان هي والله العظيم انا شفتهم وعينيا جت في عينيهم وهم ماسكين في ايد بعض في الشارع مش عارفه رايحين فين. ليه نتتبع عوراتهم بالطريقه دي؟ ليه نوصل لمرحله ان احنا نمشي وراهم عشان نراقب هما فعلا مطلقين ولا لا؟ انت مالك بجد؟ انت مالك؟ ليه تتتبع عوراتهم بالطريقه دي؟ ده يعني من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والاخره. كتير احاديث كتير بتتكلم فمن ستر مؤمن ستراه الله في الدنيا والاخره. الموضوع كبير ونقاشه اكبر مني ومنك، وما ينفعش خالص 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 اللي بيحصل ده. طيب دي انواع من الناس اللي احنا اتكلمنا عليها. بيتبقى بقى الجزء التاني خالص اللي بيتهم الست دي انه هي برضو ده ايمن، فما تركزوش. اللي بيتهم الست دي في انه هي ازاي عملت موف اون بسرعه قوي كده واتجوزت او اتخطبت اول ما خلص شهور العده. اذا كان ربنا عز وجل مديها شهور للعده لما تخلصهم متاح ليها ان هي تتجوز، متاح ليها ان هي تتجوز. انا وانتي مالنا؟ ايه دخلنا في الموضوع؟ بعدين ايه موضوع الموف اون ده؟ يعني موضوع غريب جدا. هل قيم ومبادئ وشهور الموف اون او عددها او ايا كان اهم من عدد الشهور اللي ربنا عز وجل حطها؟ يعني ليه يعني ليه ممكن نوصل للمرحله دي في انه يعني نحرم ما احله الله؟
بس هو ربنا محلل لها ده، ربنا مديها رخصه بده، هي حره تعمله وقت ما تحبه ان شاء الله. بعد العده بدقيقه هي حره تماما بتاتا، دي حريتها. حتى لو اتجوزت بعد العده بدقيقه، الموضوع ده بره عننا احنا، لان دي حاجه ربنا نفسه هو اللي مشرعها. فما ينفعش نحط شريعه جديده وهي شريعه الموف اون، ان احنا لا هناخد وقت اطول من كده عشان نبقى لذاذ ولطاف قدام الناس، عشان الموف اون لازم ياخد وقت اطول من كده. لا ستوب بجد، مفيش حاجه اسمها اصل احنا مش باقيين على عشره واصلي مش عارفه ايه، ابدا ابدا. مين قال لكم؟ مين قال لكم ان هي ما اتوجعتش؟ مين قال لكم ان هي ما اتألمتش؟ مين قال لكم ما عداش عليها ليله ايا كانت؟ برضو احنا سيدات زي بعض مقدرين جدا انه الطلاق حتى لو الزوج سيء وفي اسوأ ما يكون بنبقى تعبانين جدا وبياخد وقت طويل قوي علشان نقدر نتعافى منه. ده غير ما ننساش ان احنا كائنات ضعيفه في الاول والاخر. في جزء مننا كبير جدا عنده نقطه ان هو يعني ممكن يميل لحد بيقول له كلام كويس علشان يعوض الاحساس اللي كسره واللي تعبه واللي فيه. وفي جزء مننا كتير جدا اول ما بيبدا يتخلص من مدى الاذى اللي كان فيه بيحاول يدور على حياته في اسرع وقت. احنا السيدات عموما ضعاف مش اقوياء، احنا السيدات مش اسهل علينا خالص ان احنا ندور على ان احنا ناخد وقت طويل قوي. ايمن معلش. المهم احنا هناخد وقت طويل قوي. احنا السيدات تفاصيلنا مختلفة، في مننا اللي بيحب ان هو ياخد وقت طويل، وفي مننا اللي بيعمل موف اون بسرعة، وفي مننا اللي فورا بيروح لحد تاني علشان هو بيدور على حياته وبيدور على كل حاجة فيها. يا ريت نلتمس لبعض 70 عذر. وبرضه نرجع ونقول السيدة تمت عدتها اللي احلها الله ليها، لا احنا ملناش اي صلة ولا اي دخل. هي عملت ايه بعد العده، ولا حتى برضه لينا دخل في بتعمل ايه جوه العده، لان احنا مش ربنا ولا حكام على الارض. لانه ما تنسوش برضه حاليا الحاكم زمان هو الحاكم، هو اللي بيحكم بالشرع، مش احنا، مش البني ادمين ومش الناس. وهو اللي بيقيم الحدود، هو اللي بيقيم، مش احنا خالص. ومع اختلاف الزمان ومع اختلاف الوقت بقى البوليس هو اللي مسؤول عن ده. فاحنا ملناش اي صله خالص بمحاكمه السيده دي تحت اي سبب، لا ان احنا نتهمها، لا ان احنا نقول عليها، لا غيره. ده غير ان هي اصلا كمان في حكم العرف والدين والقانون والشرع هي اتمت عدتها، فحره تماما فيما تفعله. بغض النظر عن ان انا ضد ان حد يلمس حد فتره الخطوبه والكلام ده، ولكن شرعا المفروض بعد ما تتم عدتها هي حره. فدي نقطه لازم نركز عليها. يا ريت ما ياخدناش العواطف بتاعه ان احنا الموف اون بياخد وقت اطول من كده على الشرع، لان ما ينفعش حاجه تتخطى الشرع. ده غير بقى ان في نقطه كمان، ان في ناس بتتهم الست دي ان هي كانت على علاقه باللي هي مخطوبه له دلوقتي وهي متجوزه. ده برضه من ضمن احكام القذف. يا ريت نستوعب ان احنا كنا غير مدركين، احنا ما كناش شايفين. وحتى لو شفنا الستر واجب تحت اي ظرف، يا ريت نفهم ونقدر ده ونحترم ده، ونفهم ان هي ست زينا في الاول والاخر، ومينفعش نتتبع عوراتها. يا جماعه الموضوع كبير، الموضوع كبير، الموضوع كبير. ولا انا ولا انتوا ولا اي حد يستحمل حجم الذنوب اللي من الطريقه دي بجد. فارجوكوا خدوا بالكم. بس دي النقطه اللي انا كنت حابه اتكلم فيها. في نقطه كمان حابه اتكلم فيها، بس للاسف انا خلاص كنت فاصله قوي النهارده. بس حاسه ان احنا محتاجين نتكلم قوي في الموضوع ده، لان الناس كتير قوي بجد بدات تقع في عرض الست دي بجد بطريقه رهيبه. فلو سمحتوا بعد اذنكم بطلوا تعملوا الحاجات دي. وبس دمتم بخير يا جماعه، واتمنى اتمنى اتمنى تفضلوا بصحه وسعاده. وبس ان شاء الله نبطل ان احنا نجيب